بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. لو عايز تبدأ مشروع هشتغل مثلا اللحم، أنا بخاطب مين؟ مستهلك اللحم ده. أنا والله ممكن أشتغل على المطاعم، ممكن أشتغل على الفنادق، ممكن أشتغل على المستهلك العادي، ممكن أشتغل على المربي، أطلع سلالات، ما أطلعش زغلول للذبيح. أطلع زغلول للذبيح ممكن أطلع من عمر 25 يوم وهيبقى في تسمين. أطلع زغلول التربية لا، يبقى هربي عادي وفطام عادي، ممكن أطلع على 30 يوم. جميل. يبقى انا اعرف الفئه المهدفه. طب عشان اوصل للفئه دي انا ما ينفعش اخد حمام وانزل اقف بيه في سوق، انا بالذات انا هطلع كميه كبيره يلقط عدوى مني يحصل مشكله. لا، انت اعمل لك صفحه على الفيس باسمك، تمام؟ اشترك في جروب، اعرض طيورك في الجروبات الموجوده. ما بقولكش اعمل لك اعمل كريت لجروب او لصفحه وعلى ما تنتشر وتتعرف، لا، في صفح جاهزه وفي جروبات جاهزه. انا عندي هنا حاطط لينكات في صندوق الوصف اسفل الفيديو للجروبات ديت لو عايزنا، وبساعد اخواتي برضو في التسويق. اعرض المنتج بتاعك. الفيس بيمنع بيع وتبادل الطيور. اعرض صور، اكتب اهداء، اعرض الصور، اكتب التفاصيل في اول التعليق، حط رقم تليفونك، وهتلاقي ناس كتير بيتواصلوا معاك. ممكن يكون ليك قناه تسوق عن طريق القناه بتاعتك، مفيش مشكله، بس القناه برضو عشان يبقى ليها متابعين وتوصل محتاجه وقت. فيبقى انا برشح لحضرتك ايه عن طريق جروبات الفيس الخاصه بالحمام. احنا عندي جروب اسمه محب الحمام، وفي عندي جروب ده خاص برضه بتسويق الحمام، وجروب اسمه عيادة الحمام. وممكن استضيف برضه اساعد حضرتك في التسويق على الصفحه عندي على متابعين كتير، فما فيش مشكله حته التسويق ديت. يبقى انت تعتمد على التسويق الالكتروني بصوره مختلفه. في ابلكيشن بيبقى نازل التسويق. طب انا عشان ربنا يكرمني وابقى ناجح في التسويق، ايه المطلوب؟ اعرف ان انت ليك منافسين في السوق، يبقى لازم اكون شغال في سلاله او حمامه كويسه. 1 2 خاليه من الامراض، سعرها مقبول او سعر منافس. معلش لو غيري بيبيع مثلا جوز ب 200، انا ممكن ابيعه ب 175 ب 150 على ما اعمل زبون واتعرف، هتلاقي على ليك اقبال. الحمامه نفسها بتاعتك بتبقى داعيه ليك. طب من ضمن الدعايه ان انت تعمل دبل خاصه بيك، دبل الومنيا، دبل بتبقى في رجل الفرد برقم تليفونك، دي بتعمل لك انت دعايه. يبقى انت قاعد في بيتك، وفرت مجهودك، وفرت نزولك للسوق، وفرت تعرض طيورك للخطر. السواق لا والله ده انا عامل مزرعه وعايز اسوق كميه كبيره، يبقى في تاجر بيجي ياخد منك في مكان انت عارف. يبقى قبل من ضمن دراسه الجدوى، نرجع هنا بقى الفيديو انا عامله على القناه، اللي عايز بقى تفاصيل في الموضوع ده يا اخوانا، في فيديو على القناه اسمه دراسه جدوى. انا عامل فيديوهين عن دراسه جدوى. دراسه الجدوى دي شامله التسويق وشامله المنتجات السنويه مع تربيه الحمام. هتشوفوا الفيديو ده بالتفصيل. يبقى انا بعرف انا بدخل كام، هصرف كام، تمام، وهسوق فين، وهيخش لي كام. في الوقت ده افكر وامكانياتي المتاحه ايه، تمام. في الوقت ده افكر اعمل المشروع ده ولا ما اعملوش. فانصح حضرتك برضو قبل ما تقدم على المشروع ده، شوف دراسه الجدوى، ادرس السوق حواليك، ادرس التسويق كويس. هي بتبقى عقبه في حاجات كتير، وفي نفس الوقت هي حاجه سهله مش صعبه. احنا الحمد لله بفضل الله، انا مش عايز اقول لحضرتك يعني ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتقوا الله يرزقكم الله، تمام. فانا مش عايز اقول لك انا معايا حجوزات يعني. فانا والله انا نفسي انت شايف ما شاء الله المكان عندي دوت، انا مش مستغله بنسبه 100%. مش عايز اقول لك مش مستغل، يمكن ربع مساحه المكان، بس انا عشان ظروفي انا نفسي الناس كلها اهديها، ونفسي يعني ان شاء الله نوصل لمرحله القناه تكبر بيكم، ونخلي الحمام يتوزع كده على اخواتنا المشتركين والمتابعين معانا على القناه في صوره مسابقات، في صوره هدايا. فربنا يرزقنا ويرزقكم البركه، تمام. نلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.